السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة جايين بقى بروتين قوي إن شاء الله، بإذن الله هنفرز شوية بسلة كده وهنعمل صينية كيكة حلوة، وعندنا روتين حلو إن شاء الله ومشجع هيشجعكم ويفتح نفسكم كده وتقوموا تشوفوا كل اللي وراكم. بس قبل ما نبدأ أحب أقولك لو مش مشتركة في القناة اشتركي فيها فضلا وليس أمرا، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي بنزلها، وما تنسينيش في اللايك، ودمتم مشكورين يا رب. مبدئيا كده عندي شوية بسلة هم حلوين مسكرين، طعمهم يعني مسكر، بس كان في ايه يعني للأسف كان فيه فاضي كتير، فيها فاضي كتير ومش موجودة عندنا السنة دي بسلة كتيرة. البسلة تحسيها قليلة، يعني بتلاقيها بصعوبة بسبب ان الناس اتوجهت السنة دي لزراعة القمح. يعني كنا على طول كقرية يعني على طول تلاقي زرع البسلة، فكانت البسلة كتيرة خالص. والسنة اللي فاتت برضو كان المحصول او البسلة موجودة كتيرة، لكن السنة دي مع زراعة يعني زي ما قلت لكم كل توجه لزراعة القمح، يعني بتلاقيها بصعوبة. بس الحمد لله برضو يعني هندبر نفسنا وهنلاقي لنا حل في حكاية مشكلة البسلة. ولو ما لقيناش بسلة تاني فخلاص تمام زي الفل. في خضار تاني بقى، يعني كمان أنا كنت مفرزة بامية ولسه قاعدة عندي بامية خضرة في الفريزر، وبامية بنشفها بعملها عملية تجفيف، يعني بجففها في ان انا مثلا اعلقها في حاجة او افردها على صينية وتتنشف معايا زي ما بتنشف الملوخية، اي حاجة يعني اي خضار بيتجفف كده وبتبقى حلوة ما شاء الله. لما باجي اطبخها بسلقها في المية وبتستوي عادي خالص، وبكون جهزت لها التسبيكة بتاعتها عبارة عن توم وطماطم، ولما تتسبك كويس جدا بزودها بالشوربة وزي الفل. بنزل بعد كده بالبامية تاخد لها غلوتين بتبقى زي العسل ما شاء الله. على فكرة كانوا زمان بيعملوها على طول البامية اللي هي المجففة دي، لان ما زي ما انتوا عارفين ما كانش فيه فرازرات ولا تفريز ولا الكلام ده كله. وهنا بقى استعنت باولادي، قلت لهم تعالوا بقى نخلينا نخلصهم. بصراحة زعلت لما لقيت ان فيهم كتير فاضي والحباية بتاعتهم مش الكبيرة يعني، بس بصراحة طعمهم كان مسكر وحلو جدا الحمد لله رب العالمين. يعني ايه برضو حلوين ما شاء الله. قلت لهم تعالوا بقى كل واحد يعمل له شوية عشان نخلص بسرعة. وحلو لما انت تخلي ولادي كده يساعدوكي وايدهم في ايدك، منا يتعلموا منا انت تنجزي بقى حاجتك وتخلصيها بسرعة. وبعد كده هم دولت اللي طلعوا معايا زي الفل الحمد لله رب العالمين. هم مش كمية كبيرة 2 كيلو. بصوا يعني زي ما قلت لكم هو موجودة بصعوبة عندنا، لكن اللي موجودة عندها تجيبها الأيام دي بتبقى حلوة وطعمها حلو جدا. وبتنفع بقى تحطيها على فراخ، صينية فراخ مثلا تحطي عليها شوية بسلة وجزر واللي هو بطاطس، وبتنفع بتبقى زي العسل وطعمها حلو من الخضار الحلو. يعني البسلة مع البسلة طعمها بيبقى حلو، والناس يعني أغلبية الناس في العموم يعني بتحبها وكده. جبت بقى شوية جزر وبدأت ان انا اقشرهم بالمبشرة زي ما انتوا شايفين كده اهو، واظبطهم، وبعد كده اهو هخرطهم مكعبات صغيرة زي بقى ما تحبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو وصلت معايا لحد شوية الجزر الحلوين دول تحطي لي لايك، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي فيها فضلا وليس أمرا، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ودمتم مشكورين يا رب. بشيل بقى اللي هو ايه الجدر بقى بتاع الجزرة، وزي ما انتوا شايفين اللي هي المنطقة الحتة اللي بتبقى خضرة دي بشيلها. وهبدأ ان انا ايه اقطع الجزر زي ما انتوا شايفين اللي هو الجزء اللي من فوق دوت بقسمه نصين. وبعد كده كل ما بنزل في الكبيرة بقسمها، بزود بقى عدد الخرط او اللي هو الخرطة اللي انا بعملها. بصوا وبرضو يعني ممكن نفرز الجزر ده حلو. عصير الجزر حلو جدا، وخصوصا لما تكوني حاطه معاه برتقان. لو ان شاء الله خلاص اهو رمضان، كل سنة وانتم طيبين. كلها ايام ويهل علينا رمضان ببركاته. ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، ويتقبل مننا يا رب. ده ممكن تفرزي الجزر برضو حلو كمان، وطعمه مسكر جدا وحلو خالص، ومعاه شوية برتقان، وينفع بقى تعملي عصير في رمضان كده. وهتبقى حاجات كلها عندك. وحاولي ان تمشي حالك بقى السنة دي، ربنا يا رب يلطف بينا في الاسعار الغالية، فاحنا بنحاول نمشي حالنا بالموجود.
بصوا هنا البسلة غسلتها. طب انتي حطيتيها ما سلقتيهاش؟ زي ما انتوا عارفين انا اي خضار بحفظه بديه ايه اللي هو يا دوبك كده بنزله في المية السخنة، وبكون عصرة ليمونة. بس بصراحة دولت لقيتهم قليلين، يعني هم هياخدوا لهم طبختين معايا، فقلت خلاص مش لازم يعني مش هيتأخر. لكن لما اكون هحفظ حاجة يعني يكون عندي حاجة كتيرة خضار كتير وهحفظه لفترة طويلة، بديه سلقة كده في المية السخنة، وبكون عصرة ليمونة. الخضار معايا بيبقى لونه اخضر او بص يعني، وعصرة الليمونة دي بتخلي الخضار مرعرع زي الفل. وببقى مجهزة بقى طبق فيه مية. في الصيف بتبقى مية ساقعة، لكن بما ان احنا في الشتاء هي المية من الحنفية وزي الفل. اطلع الخضار من المية اللي هو اللي بتغلي، وبنزله بعد كده في المية الساقعة وبسيبه يتصفى ونفرزه زي الفل. خلاص على كده الحمد لله رب العالمين. فرزت هم 4، عملت معايا 4 أكياس بسلة. الكيس يجيله ربع كيلو كده. بعد ما اتفصصت يعني حلوة، واحسن ما احنا احسن ما نروح نشتريها يعني. لو رحت اشتريتي كيس بسلة جاهز يعني متفصص وجاهز اللي هو اللي بتاع الشركات ده، هتشتريه غالي. فعلى ايه اهو الحاجة موجودة عندنا، ونحاول ان احنا ايه يعني نوفر لنفسنا شوية. وقلت بقى بما ان يعني البسلة دي كانت في اول اليوم، صحيت عملتهم وظبطتهم وخلاص على كده حفظتهم في الفريزر. بعد كده قلت ايه وانا قاعده والله لاقوم اعمل صينيه كيكه. جبت بقى يعني بما ان الايام دي بقى البرتقال موجود عندنا، فهنستغل بقى قشر البرتقال وايه ونوفر الفانيليا. يعني ممكن تستغنى عن الفانيليا. انا ما حطيتش غير كيس واحد بس فانيليا. 4 بيضات وبشر برتقانه. واللهم صل على النبي كوباية لبن وشوية يعني كوباية زيت، او يعني هي الكوباية مش ملانة، كوباية الا ربع زيت على سمنة. وعندي الدقيق هنا مش هقولك على المقدار لان الدقيق بيختلف عن بعضه. وعندي اللي هو اللهم صل على النبي بقى البيكنج باودر وكيس وباكو الفانيليا وكوباية سكر. بصوا هنا بقى الغلطة دي بصراحة بعد ما كنت هفصل قلت لا ما هي بتحصل. فانا بدل ما ايه ما يعني ارجع الخليط تاني في البولة وبقى الهواء اللي في الكيكة ينزل او يخرج من الكيكة، عملت ايه زي ما انتوا شايفين. جبت المضرب وايه وبسيط كده من فوق وتقلبه. هما كانوا شوية دقيق قليلين يعني مش كان دقيق كتير، وعملتها وهتطلع معايا زي الفل. اللهم بارك، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. ما تخافيشي وحاولي ان انت ايه الحاجة ما تخوفكيش. لما الحاجة تخوفك بجد والله العظيم هتفشل معاكي. لكن لما تبقي مجمدة قلبك كده والحاجة ما عادي واللي يريد بيه ربنا وكده، تبص تلاقي الحاجة معاك اللهم بارك ناجحة وزي الفل. وصينية الكيكة اهي. يعني انا لما شفت الدقيق كده ايه ده ايه اللي حصل، بس مرضيش افصل برضو، وقلت ان انا هوريكم هعالجها ازاي. وخلاص على كده وطلعت معايا اللهم بارك صينية كيكة هشة زي العسل. بصوا روعة. يعني الحمد لله رب العالمين مش بتفشل معايا الكيكة. يعني شوية كيكة حلوين ما شاء الله.